هنا اول حاجه غادي نبدا بها هي العجين. غادي نعجنها باش غادي نخليها هنا ترتاح باش تطلق ليا. المهم هنا كناخذ واحد البول، كندير فيه جوج زلافات ديال الدقيق الابيض وواحد الزلافه ديال القمح، القمح الصفر، القمح سبيسيال. وغادي ندير الملحه، وغادي ندير واحد الحساب واحد معلقه صغيره ديال الخل. هذا الخل كيعطي واحد القرمشه زوينه في هذا المسمن. صافي هنا غادي نجمعها بالماء دافي. غادي نحاول غير غادي نجمعها، ما غاديش ندلكها بزاف بحال العجينه تاع المسمن. المهم غير غادي نجمعها بداك الماء، وغادي نحاول نديها ونجيبها ما بين ايديا غير شويه، ما غاديش ندلكها بزاف، غير المهم غير تجمع ليا. صافي نخلي القوام ديالها بهذا الشكل، ما يكونش مطلوق بزاف، ما يكونش مطلوق ما تكونش قاصحه بزاف. المهم بحال القوام تاع المسمن تقريبا. صافي غادي نديرها في واحد البلاستيك واحد نص ساعه تقريبا، حتى كتطلق ليا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نحاول نشكلها. غندير فيها، انا ندير 6 الكرات، حيت غادي ندير مسمنه في مسمنه، بغيت تخرجوا ليا 3 المسمنات. صافي هنا غادي ندير 6 الكرات، وغادي ندهنهم بشويه الزيت ونغطيهم بواحد السلوفان ونخليهم حتى كيطلقوا مزيان واحد ساعه تقريبا ولا اكثر. صافي غنخلي داك المسمن على جنب، وغنمشي نحضر معكم اول حشوه. غنبدا معكم بهاد الحشوه ديال التفاح، حشوه حلوه. غادي ناخذ واحد المقلاة، غندير فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نقي واحد 5 تفاحات كبار هكا، نقيتهم وقطعتهم مربعات صغار. غادي نضيفهم في ديك المقلاة، ونضيف عليهم 2 معالق كبار ديال سنيده، وواحد العود ديال القرفه. هنا الا كان حتى داك الجيمات تاع اليانسون كنضيف وحده، انا غير ما كانش عندي. المهم كنضيف عود ديال القرفه وواحد الجيمه تاع اليانسون، كيعطيو واحد المذاق زوين في هذا التفاح. صافي غنخلي داك التفاح حتى كيتعسل مزيان، عاد كنطفي عليه. هنا بالنسبه غننتقل معكم للحشوه الثانيه، اي الحشوه المالحه. بالنسبه للمواد اللي غادي نحتاج واحد 2 فلفلات، واحد كورجيط، واحد صدر دجاج، واحد الكميه، وجوج بصلات. صافي هنا غادي ناخذ واحد المقلاة، ندير فيها شويه تاع الزبده والزيت، وغادي ناخذ واحد 2 بصلات اللي غادي نشلضهم هكا يكونوا رقاقين بزاف. صافي كنخلي ديك البصله غير كتهبط ليا شويه، المهم كتهبط غير شويه. صافي كنضيف عليها ديك الكميه تاع صدر الدجاج، هكا اللي قطعته طريفات صغار، مربعات صغار. غادي نضيف داك الدجاج على ديك البصله حتى كيدخلوا شويه الطياب. عاد كنزيد هاد الفلافل وديك كورجيطه اللي دوزتها في الحكاكه، ديك العيون ديالها كيكونوا كبار. صافي هادو راه كيطيبوا دغيا، كنضيفهم حتى كيدخل الطياب لداك الدجاج. عاد كنضيف هاد الخضر، هنا ممكن نضيفوا حتى واحد خيزوه ولا جوج. صافي هنا كنضيف التوابل، غادي نضيف الملحه والبزار، شويه ديال الخرقوم وبابريكا اي التحميره نص معلقه صغيره. وغادي نضيف الثومه بودره، اللي ما عندوش ممكن نضيفوا ديك الاخرى. بالنسبه للسكينجبير انا ضفت غير راس معلقه صغير، ما تعجبنيش بزاف هاد الحشوات، ضفت غير شويه على حساب الدجاج. صافي غادي نحرك ديك الحشوه كامله حتى كتساجم ليا مع ديك العطريه. ملي كتساجم ديك العطريه كنخليها حتى كطيب مزيان وكتنشف ليا تماما من السوائل ديك الحشوه حتى كطيب. عاد كنضيف عليها واحد 3 الفرماجات مثلث، كيعطيو واحد التعليكه زوينه في هذه الحشوه. صافي غادي نضيف ديك الشعريه الصينيه من بعد ما رقدتها في الماء وشللتها من الماء بارد وقطعتها طريفات صغار. وغادي نضيف هنا الربيع وشويه تاع الزيتون. صافي هنا غير كنحرك وكنطفي البوطه، ما كنخليهاش شاعله، غير كيندمجوا ليا. صافي كنطفي. صافي هنا من بعد ما وجدت دوك الحشوات بجوج الحلوه والمالحه، غادي نخليهم على جنب كيبردوا. صافي هنا غنمشي ننتقل باش نصايب داك المسمن. هنا كناخذ واحد الكره، كنطلقها مزيان. المهم كنطلقها كيف ما كتشوفوا معايا حتى كتولي شفافه، باش هكا كيجي ليها مورق مزيان. هنا ذوبت واحد 2 معالق كبار تاع الزبده، هما باش غادي نورق هذا المسمن. صافي كندير شويه تاع الزبده وكنطوي مسمنه عاديه مربعه بحال المسمن المربع. صافي كنطويها بهذا الشكل، كنعاود نزيد شويه تاع الزبده. صافي كنطويها على شكل مربع. هنا صافي كناخذ الكره الثانيه من بعد ما سرحت ديك الاولى وطويتها، كنسرح الكره الثانيه بنفس الطريقه، كندير شويه زبده وكنحط في وسطها ديك المسمنه اللي طلقت في الاول، كنحطها على الجهه اللي طرقت، كنديرها من الاسفل.
صافي كنجمع عليها هذيك المسمنه عادي كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو، وكنعاود ندهن بشويه الزبده باش هكا كتجي ليها مرقه اكثر. صافي وكنحطها هذيك المسمنه اللي صايبت كنحطها ترتاح هكا، كنغطيها بشي بلاستيك باش كتطلق ليا. صافي انا بعد ما ساليت من تشكيل دوك 3 المسمنات، درت انا 6 الكرات خرجوا لي 3 المسمنات، اي درت كره في كره. صافي هنا كناخذ اول مسمنه من بعد ما طلقات ليا هكا مزيان باش كتساعدني في التسراح. صافي كنطلقها وكنحاول نقطعها بهاد الجراره تاع البيتزا. انا غادي نقطعها على 9 ديال المربعات، انا هادو بغيتهم يكونوا صغار شويه. غادي ندير فيهم ديك الحشوه ديال التفاح. صافي هنا من بعد ما طلقت ديك المسمنه وقطعتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نوضع ديك الحشوه ديال التفاح. انا دوك 5 تفاحات خرجوا لي 9 ديال المسيمنات. صافي هنا من بعد ما درت فيهم داك الحشوه ديال التفاح كنطويها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. المهم هنا غادي نديرهم على شكل مربعات اولا شكل دوائر بحال اللي بغيتو، ولا ممكن ديرهم على شكل ظرف، داك الظرف اللي كيكون عادي. انا غادي كنديرهم هكا وكنقلبهم على الظهر ديالهم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي هاد الحشوه ديال التفاح. صافي هنا كندوز نسرح المسمنه الثانيه هنا باش كنبدا نعمر بداك الحشوه المالحه. غادي نسرحها حتى بنفس الطريقه ونقطعها على 9. صافي هنا كيف ما قلت لكم، هنا لا بغيتوهم كبار غادي تقطعوها على 6 ولا لا على 4. انا هنا قطعتها على 9 ديال المربعات، بغيتهم هكا يكونوا صغار شويه. صافي وغادي نجمعها بنفس الطريقه. غنحاول ديك المربعه غادي نفتحها شويه من جناب باش تساعدني في الجميع. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل دوك المسمنات. بالنسبه للحشوه ديال التفاح هكا اللي ما بغاش يدير المالحه يدير غير الحلوه، هنا غادي تستعملوا تقريبا شي كيلو تاع التفاح. انا درت غير 5 تفاحات حيت درت نص مالح ونص حلو. درت 5 تفاحات عمروا ليا شي 9 ديال المسمنات اللي عمروا ليا. هنا بالنسبه للمسمنه الاخرى الثالثه انا قطعتها غير على 6. بيتهم يكونوا كبار شويه. المهم كيف ما قلت لكم لا بيتهم كبار غديرهم على 6 ولا على 4. صافي هنا قطعتها على 6 ديال المربعات، وصافي كنحط فيهم في وسطهم ديك الحشوه، وكندير هكا واحد في الجناب ديالها كندير واحد الفتيحات باش هكا كتساعدني دغيا كتجمع ليا. صافي من بعد ما ساليت ديك الكميه كامله ديال داك المسمن كندير هكا في الطاوه. وهنا عندي واحد صفار البيضه وشويه الحليب وواحد شويه صوص صوجا كيعطي واحد التحميره زوينه فيهم. صافي غادي ندهن داك المسمن كامل، وغادي نحاول هنا ناخذ شي سكينه تكون ماضيه، ولا انا خديت هنا زيزوار كيجيني احسن. صافي غادي نحاول ندير واحد الشريطات فيهم كاملين كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وغندخلهم الفرن. بالنسبه للطياب انا شعلتهم غير من الاسفل حتى كيتحمروا، عاد كنشعل لهم من الاعلى. صافي بالنسبه لدوك المالحين انا درت فوقهم شويه الزنجان ولا البافو اللي بغيتو. اما دوك الحلوين خليتهم هكاك حتى كيطيبوا. عاد ممكن تزينوهم هكا بناباج ولا كونفيتير ديال المشماش ولا اللي بغيتو، انا خليتهم غير هكاك. صافي هنا هذا هو الشكل ديالهم النهائي من بعد ما طابوا. صراحه كيجيو زوينين وخفاف وكيجيو هكا مقرمشين وكيجيو بحال اللي مصايبين بالورقه. انا واخا الصوره مع هنا صورتهم بالليل ما بانوش واضحين كيف ما الواقع، جاو زوينين ومحمرين. هنا ديال التفاح صراحه كيجيو زوينين. ما كيجي فيهم كاع داك المذاق ديال التفاح، كيجي فيهم واحد المذاق زوين حتى بالنسبه للمالحين ولا الحلوين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي شاركت معكم اليوم وتجربوه ان شاء الله وينجح معكم.